مشكلتك ان انت انا عاوز اجيب وعايز احوش وعايز اعمل، اصل انا هشتغل شغل، اصل انا يا سيدي توكل على الله شويه. هو ايه حكايه انا دي؟ هو انت اله؟ انت عبد تستكين وتقول يا رب انا عايز اجيب. قوم كده في الدياج وقول له يا رب زوجني، وامشي بالسبب وربك عز وجل. طبعا اي حاجة لازم نتوكل على الله ونسمي كده الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبصحة وسعادة. عايزة اقول لكم الفويس دوت بجد يعني في ناس كتير، كلنا بنعمل كده، مش في ناس، كلنا بنعمل كده. بنقول هنعمل ونسوي ونعمل ونروح ونيجي، وبننسى كلمة لأ، لازم نتوكل على الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله وان شاء الله. يعني انا قبل ما انا اسجل لكم الفويس كنت اصلا بعمل شوية حاجات كده، فالدنيا اتعطلت معايا، يعني تعطيل كده من عند ربنا، يعني عشان خاطر بس افتكر الكلمة ديت واقول صح. لازم ما ننساش كلمة ان شاء الله بإذن الله، نقدم المشيئة، عشان خاطر لما بنتكلم نتكلم 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 في الاخر سبحان الله ربنا هو اللي بيدبر لنا امورنا، وكمان بيمشي امورنا كده بكل سهولة. وغير كده كمان يعني بيبقى تدابير ربنا احلى واجمل. احنا بقى بندبر كده واحنا قاعدين، لا هو بيدبر لنا امورنا وبيدبر لنا كل حاجة في حياتنا، سبحان الله بيبقى كده جميل اجمل من اللي احنا بنخططها في دماغنا. زي ما انت كده بتخططي كده تخطيط كده في دماغك ان انت مثلا ايه، نفسك تسافري مثلا السعودية، نفسك تروحي العمرة، نفسك تروحي الحج، نفسك مثلا تتجوزي فلان كذا، نفسك مثلا تخلفي توأم، نفسك تخلفي مثلا ولد او بنت. سبحان الله، لا ربنا هو بيرسم لك خطة كده وبيرسم لك حياتك بأجمل وأشيك من اللي انتي أصلا كنتي رسمها. فنقول بإذن الله وإن شاء الله، ونسعى كده في الدعاء. يعني لو انتي نفسك في اي حاجة اسعي كده في الدعاء ولحي على ربنا كده. آم، يعني ربنا يحقق لنا كل اللي نفسنا فيه، اللهم امين. وما يحرمكوش من اي حاجة خالص، وان يعني بصوا اي حاجة نفسنا فيها كده ربنا يحققها لنا بإذن الله. طبعا قبل ما ابدا الفيديو كالعاده نسمي بالله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. النهارده بقى روتين جديد بجد حلو قوي، وبجد اتعذبت عشان عماله اصور لكم في الحته الضيقه ديت. انتوا عارفين مطبخي بقى كده على قدي، بس قلت ان انا انشطكم كده واخليكم كده طاقه وباور. يلا بقى قومي كده رتبي الدولاب بتاع تحت الحوض كده وخليه زي الفل ونضفيه كده. ولو انتي اول مرة بتشوفيني فانا اختك بيرو، وده قناتي بيت بيرو. يسعدني ويشرفني وجودك معايا في القناة، وتسلم ايديكوا يا بنات على الكومنتات القمر ديت. يعني بجد يعني انا بحبكوا جدا وممتنة جدا ليكوا، وبجد ببقى مبسوطة وفرحانة ان انتوا كده يعني بتعلقولي وبتكتبولي كده حاجة كده، يعني بتكبر بخاطري بصراحة. بصوا هنا كنت عمالة اغسل ومية وصابون ورغاوي بقى من اللي قلبكم اللي يحبه، بس بقى هنا الدبلة كل شوية تقع، فبصراحة قمت قلعتها بقى عشان خاطر ما تقعش مني. مش عارفة قلعتها ولا لا، من كتر اصلا الرغاوي وكل شوية تتسحب كده مني. بس كده بدأت بقى بصوا اغسل بقى كل المنظمات اللي عندي، اللي هي بتاعت الباسكت دوت بصراحة جميل جدا، بغسله على طول عشان يبقى نضيف معايا. ده بتاع التنظيفات، يعني مش عشان بتاع التنظيفات ان انا ههمل فيه خالص واسيبه، لا خالص، بحب ان انا اغسله كده واهتم بيه عشان خاطر يبقى نضيف معايا. برضو الباسكت دوت بحط فيه برضو الدوني، حاجات الغسالة، حاجات الدوني، ومثلا ازازة الزيت اللي هي الزيت اللي هو القديم عندي، بحط فيه شوية حاجات يعني. بس كده فقلت بقى لازم ان انا انضفه كده كويس. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك حلو من ايدك الحلوه وكومنت قمر، وكملي الفيديو لحد الاخر هتتنشطي وهتتحفزي كده وتقومي تخلصي كل اللي وراكي. انا يعني باذن الله واثقه ان انتوا هتتشجعوا كده وتقوموا كده تشوفوا ايه ظرفه كده في المطبخ متبهدله مكركبه، تقوموا كده تروقوها، تروقوا كده على المطبخ. لو عندك السيراميك مثلا مبهدل، لا استني الخلطه بتاعتي باذن الله هعملها كده. وهتتشجعي كده من ان انت كده تجيبي شويه خلطات كده زي كده هوت، حاجات كده هوت، وتحطيها على بعض وتطلع معاكي ازازه زي الفل محترمه تعرفي تعملي بيها السيراميك والدهون. فما تستقليش بنفسك، هتعملي وهتنجح معاكي بإذن الله، بدل ما تشتريها من بره بأعلى الأسعار. بصوا هنا أنا كنت بقول لكم الباسكت دوت أو المنظم ده فيه بقعة، مش عارفة بصراحة البقعة دي من ايه، فمش مشكلة، نو بروبلم.
احنا شغالين وزي الفل. اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزه اقول لكم في اليوم ده كنت كمان مشغله الغساله، وبعد كده عملت اكل، فربنا يقوينا يا رب، اللهم امين. بيبقى الضغط جامد. بصوا هنا بقول لكم فله. بس كده بدأت بقى ان انا اخلص، وكمان تحت الحوض اتغسل وزي الفل واتظبط، ونشفته خالص وعطرته عشان يبقى ريحته حلوة كده بمعطر كده، اللي هو المعطر ده مش عارفة ب5 ب10 حاجة زي كده. وبدأت ان انا كمان هخلص وهغسل كمان بره، اللي هو الضرفة كده من بره كده. عايزه اقول لكم في كمان جنب عندي كده هوت، مش عارفه عايزه احط له ستاره، وفي نفس الوقت انا سايباه كده عشان خاطر، كان الاول سايباه عشان خاطر الانبوبه، بس اللهم بارك انا ركبت غاز، فمش عارفه بقى احط له ستاره سكوتشه كده، وستاره هتبقى شكلها حلو ولا اسيبه كده. اهو الظرف، بصوا الجنب اللي عندكم ده يا بنات، الجنب التاني، الجنب التاني انا برضو لسه ما نضفتوش، بس هو كده كده اصلا الرفوف عندي نظيفه. مش عارفه بقى انضفه برضو ولا ايه، فقولوا لي برضو في الكومنت عشان خاطر نبقى ايه، نتشجع مع بعض تاني. لسه باذن الله فاضل اسبوع، لو وراكي اي حاجه بسرعه كده حاولي ان انت تنجزي نفسك وتريحي نفسك خطوه خطوه، مش تضغطي نفسك كله مع بعضه. لو ضغطتي نفسك كله مع بعضه انت اللي خسرانه، هتلاقي نفسك ظهرك وجعك، ايديك وجعاكي من الصابون والرغاوي، هتلاقي تعبتي وملكيش نفس بتعملي حاجه وانت يعني كده وخلاص، يعني فهماني من غير كده. تحسي كده ان انت مستشعره كده النظافه والريحه الحلوه، بتعملي كده عشان تنجزي وتخلصي، فما تستعجليش. انا ما بحبش الاستعجال، لا بحب الحاجه خطوه خطوه، وفي نفس الوقت تتعمل بضمير. بس كده. اللهم بارك. خلاص خلصت، هنشف بقى، وكمان هلمع كمان الضرفه. عايزه اقول لكم الضرفه دي يعني بجد بتبقى مليانه دهون وبقع ومبصمه كده مش حلوه، فقلت كمان اروق عليها كده بايه، بملمع الزجاج عشان خاطر تلمع كده معايا وتبقى زي الفل. انا عندي الالمونتال يا بنات دخلت بيه، بابا كان جابهولي، الله يرحمه يا رب ويغفر له. عايزه اقول لكم ان مش عارفه الراجل لما رحنا عنده عملنا، حسيت الالمونتال خفيف بعد ما ركبته، بس خلاص بقى ركبته، مش مشكله. باذن الله ربنا كده يكرمنا بالمونتال كده جديد. انا عارفه الاسعار غاليه، بس لو عايزين حاجه نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وباذن الله نجيبها كده. انا بقى بعد ما هويت الضرفه، قولوا لي بقى يا محلى النظام. استنوا نور لكم تحت. بصوا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا بعد ما غسلت بقى المنظمات معاكم رتبتها بالمنظر ده. طبعا الحاجه اللي ملهاش لازمه شلتها، كل حاجه هنا ليها لازمه. تمام، لو ما بتحبش التنظيم ما تكمليش معايا الفيديو. انا بحب الناس اللي بتحب التنظيم زي كده. اللهم بارك. بصوا الفوط حطيتها هناك، والرش وكل حاجه، والفرشه، الفرشه دي عايزه اغسلها يا بنات والله، مش عارفه انا مأهملاها ليه، عشان بتاع التراب يعني؟ لا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنا كمان المنظم التاني، بتهيألي هنا ده مكان هنا وده مكان هنا، بصوا عشان انا بنسى، مش مشكله، انا عشان بستخدمه على طول بشيله كده اهو. وهنا برضو الحاجات اللي انا ايه محتاجاها حطيتها. هلمع بقى ايه، انا بحط تحت علبه السكر، مش هكسف منكم عشان ايه، انا عندي المكان محدود، بس بعرف ان انا منظم. اللهم بارك اهو، كده كده اصلا مغلق الحمد لله، مسحته وظبطته. وهنا كمان بحط الاريال بتاعي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس هنا عشان خاطر المكان هنا اكبر، فنحط هنا باسكت الاريال، وهنا باسكت السكر اصغر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه رايكم بقى في التنظيم الحلو ده؟ يلا كده هنقفل، خلاص هونا بقى الضرفه ونقفل. ما تنسوش اللايكات عشان صورت بالعافيه تحت الحوض. اخواتي نسيت اقول لكم ان الباسكت ده انا بحبه، بحط فيه الاكياس اللي انا مش عاوزاها، وبحط فيها برضو القطع القماش النظيفه اللي انا لسه ما استخدمتهاش، والجرايد لو في جرايد، في ورق ابيض بلمع بيه المرايه. وبصراحه عملت له علقه كده حلوه، بس انا مش فاكره هي بتتعلق ازاي. بصوا هعلقها وارجع لكم تاني. بس وده الشكل النهائي، علقتها
ما يعني ما بتضايقش الباب بصراحه اهو. بس كده، متنسوش بقى اللايك الحلو والديك الحلوه، وقولوا لي لو عايزين ننضف الجنب دوت. مش عارفه، مش عايزه انضفه عشان نضيف اصلا، فقولوا لي برضو ونشوف هنعمل ايه فيه.